السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. شحال هادي ما سجلت فيديو هيدا مباشره معكم في الصوت، والحق هذا الفيديو ضروري غادي يكون هيدا احسن، حيت مشيت للمغرب وجيت وقلت غادي تستافدوا بزاف من هذا الفيديو، تاخذوا افكار الحاجات اللي تقدروا تجيبوا معكم، حيت هما مانعين جهه السبته كيمنعوا الناس يجيبوا معاهم حوايج ديال الماكله والاعشاب والزيوت والحاجات ديالنا. المغرب هما ممنوعين. حقنا نشارككم معكم الطريقه ديالي كيفاش تقدر تنجيب معايا هادشي هذا كامل. رانا قلت هادشي هذا، قلت ما غنشري والو اولا غادي نشري شي حاجه قليله. حق ملي كنمشيو نتما كنبغيو نجيبو المغرب كامل نجيبوه معنا، حيت كلشي ديالو كيعجبنا. ايوا المهم غادي نشارك معكم شنو جبت وكيفاش قدرت نجيبوه وكيفاش عملته، فين عملته حتى باش قدرت نوصلو. هذا الفيديو هذا مهم بزاف، الى عجبكم ما تنساوش تشجعوني فيه وبالنسبه نقدر نعمل لكم فيديو اخر نقول لكم زعما الطريق كيفاش عامله، كيفاش شنو هي احسن وجهه تقدروا تمشيو لينا الناس اللي كيبغيو يمشيو لطنجة حتى هي الاماكن اللي تقدروا تمشيو فيهم والاثمنه. المهم انا غادي نقدر نشارك معكم، ما عنديش شي مشكله في هادشي هذا كامل. حاجه اللي يقدر يستافد منها الواحد كيعجبني نشاركها معاه. المهم غنبدا لكم انا بالحاجات ديال الماكله ومن بعد نوريكم الى جاني الفيديو طويل غادي نعمل فيديو واحد اخر باش نوري لكم الملابس اللي جبت معايا من تما، جلالب، قفاطن، شنو وجدتني العيد، هادشي هذا كامل بغيت نشاركه معكم حيت شحال هادي ما نزلت شي حاجه في القناه، وكنظن هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه استفاده بزاف وممتع. حتى انا كنحماق على هاد الفيديوهات، مقدمه طويله بالحق فيها بزاف ديال الافكار. المهم غادي نبدا معكم بهاد هادشي الباروك بالمغرب. ما جبتي بزاف حيت شحال هادي كنت كنجيب بزاف، يعني جبت 3 كيلو 5 كيلو من حاجه، دابا جبت غير كيلو حيت الاثمنه الصراحه غاليين. انا جبت غير الشيشه ديال الزرع الريف اللي هي مزيونه ما كايناش هنايا، اما الشيشه اللي كاينه هنايا وداكشي اللي كاين هنايا بلا ما نجيبو. جبت العدس حمراء حيت قليله اللي كتكون، وهذه مزيونه قلب طبيعيه. جبت هاد اللوبيه صغيره حيت كتكون هنايا قليله، ولا جباتيها كتجبرها غاليه. جبت بيصر واخا هي كاينه هنا عند الجزار، بالحق كتجيني انا هذه المغرب لذيذه. مره اخرى ما كنتش جبت الجبن والزبده ندمت عليهم، هاد المره جبت الزبده بلديه وجبت الجبن عربي، والحمد لله وصل لي كلشي مزيان. واخا هي كانت الحراره بحال هبطنا في الصيف. انا نقول لكم كيفاش قدرت نطلع هادشي هذا ويكون مزيان. مشيت المرجان جبت عندهم تخفيض في الجبن، جبت هاد جوج الاشكال حيت مزيونين. هنايا الجبن غلا بزاف ولا باش كيري حنا ما كنشريوهاش، كنشريو ديك الماركه اللي رخيصه. على داكشي انا من بعد ديك الساعه نقدر نقول لكم الحاجات اللي تقدروا تشريوها من المرجان، الحاجات اللي تشريوها من الخزينه ولا من المطحنه، كل حاجه ما تقدروا تشريوها وطيح عليكم رخيصه. المهم المرجان جبت هادشي، جبت كنور واخا ما نزلتوش هنايا، جبت كنور الفلان الخميره ديال الحلوى لافاني، هادشي هذا اللي جبته من المرجان حيت تما كيطيح رخيص وكيكون عندهم العروض. جبت سكسو، جبت صلصه بالحريره ديك عايشه، هادو كانوا في مرجان عاملين التخفيضات، عاملين العروض. الا ديتي هذيك دي شي حاجه اخرى معها وديت انا هذاك الشيء هذاك من المغرب. غنديركم بالحاجات ديال الماكله والاعشاب والاقامه. وجبت حتى هادشي هذا لولادي كيعجبهم اندومي. ملي كتكون هيدا مثلا انا ما عنديش الوقت نقدر تنفعني هذه، جبت منها حتى هي بالنكهات حيت كانوا عاملين فيها العرض في مرجان. المهم هادشي هذا ديال الماكله. وغادي نقول لكم ملي جبت الحاجات ديال الاعشاب كنحاول نزرب باش ما يجيش الفيديو طويل وممل. المهم شريت الاقامه فيها هادشي، فيها الابزار والسكينجبير وديك العطريه كامله مع العيد الكبير. جبت ليلي وجبت صحابي اللي وصاوني عليها. صراحه العطريه ديال المغرب كتبقى فرق كبير بين هنايا الله على داكشي. هذه من الحاجات الاساسيه اللي ما نقدرش ما نجيبهاش معايا المغرب، هي الاقامه يعني ضروري منا. وكنشريها من تما. كندي الكيمون كنقيه واحد النهار اللي كنمشي نديه نقيه في الدار ونجيبولو اللي باقي كيطحنوا اللي هو الكيمون والابزار كنديهم للدار كنقيهم وكنرجعو من المطحنه كيطحنوا لي وعاد كنجيبهم اللي باقي كنشوفو قدامي كيطحن لي سكينجبير والخرقوم والفلفل. فلفل كيكون عنده بصراحه هذاك مطحون بالحق حاجات اخرين حيت هادو اللي كيكونوا عامرين بالزبل هو الابزار والكيمون.
حتى كنتاكد منه كنديه بلدي، حيت كيطرحوا لك هما تما مباشره. الكيمون الرومي كيكون عندهم منقي، اما البلدي كيكون عامر بالزبل، خصك تديه للدار تنقيه وعاد تجيبو طحنو عنده. جبت لي وجبت صحابي، جبت اللي هو هيدا صحيح يتطحن. شريت السمن ضروري حتى هو نجيبوه معنا من تما من المغرب، واخا حنا كنعدلوه في الدار ما كيصدقناش الصراحه بحال اللي خصو يكون، بحال اللي كيكون زعما فيه الريحه. شريت السحتر والزعتره حتى هما هنايا، واخا كلشي كاين بالحق حنايا تما هنايا كنديبانيو المذاق د الحاجه، ماشي هو شوفوا شي حاجات هنايا غادي يضحكوكم، حيت قدامين انا كنحماق على الحاجات اللي هما قدامي، واخا كاينين حاجات خرجوا مودرنوس بالحق كتبقى هذيك الحاجه لا يعلى عليه. جبت الورد واليانسون، قرنفل حتى هو من المغرب كيكون غزال. هذاك شنو اسمه قعقله حتى هي شريتها من تما. انا دابا هادشي هذا عاد كنفتحو معكم باش كنت غادي نجبدو بالحق، قلت بلاتي نشارك معكم هذا الفيديو. كاينين شي حاجات حنا ما كنفكروش فيهم، كنمشيو تما كنشريو داكشي اللي كنشريوه دائما. جبرت واحد المعشابه كتحمق ما عرفتش كي كاينه في المغرب كامل. هنا كان عندي هنا واحد العطر طلق لي في كل شيء، الحوايج كاملين ديالي جاو بالعطر، واخا عملت له 4 الميكات وحشيتو في القاع ديال الطوموبيل طلق لي في الحوايج. جبرت واحد المعشبه تما اش نقول لكم كتحمق، الا دخلتي تما تقدر تبقى حتى 3 ساعات وما تسخاش تسخروش. كيعدلوا لك الحاجات برودوي قدامك، عندهم اللقامات اللي عمري ما شفتهم في شي جهه اخرى، بحال هذه ديال صلصه الجبن اللي كتصلح في البيتزا، كتصلح تعملها تزيدها في مع مايونيز، تعدل بها بزاف ديال الصلصات. هاد اللقامه هذه كتعملها في سباكيتي، يعني ما نقدرش نقول لكم داكشي كامل اللي غادي تستعمل. هذه د المشاوي تقدر تعملها في الخضره، تعملها في الكفته، تعملها في اللحم، تعملها في الحوت، لا في الدجاج. يعني فيها واحد الريحه ديال الدخان وديك الريحه ديال المشاوي اللي كناكلوهم في هذيك المحلات اللي كيكونوا كيبيعوا فيهم السماك، وكنقولوا هادشي هذا كيفاش كيتعدل. هي هذه الريحه هذه ديال الكامبا مطحونه، حتى هي كتصلح مع داكشي د الحوت كيعملوا بها بسطيله. كنقول لكم الا كنت بغيت ناكل ندي خصني ندي من داكشي كامل اللي عندهم، حيت عندهم ديال الكبسه، عندهم ديال البرياني، عندهم داكشي اللي كنشوفوه في بزاف ديال الوصفات كنقولوا هادشي من كيجي. هي هذه، حيت انا كنت كنشوف حتى هذه ديال الجبن، كنت شفت انا واحد الفيديو كيعدلوا الفقاس مالح كيعملوا هاد اللقامه هذه ديال المشاوي. كنقول منين كتجي دابا هذه في وسط الميكا وهي الريحه الجبن كتعبق فيها، يعني غتعمل واحد المعلقه صغيره بشي حاجه غتطلق لك الريحه ديال الجبن. اولا تعملها في العجينه ديال الامباناديات، ولا في العجينه ديال البيتزا غتطلق لك واحد الريحه مزيونه، اولا في الصابلي مالح فقاس مالح بحال اللي قلت لكم. شريت عرق السوس مطحون، شريته هيداك صح من عنده وطحنوا لي. عندهم هما مطحنات خاصين ديال الزوز، كتشري من عنده الاعشاب كيعدل لك الاعشاب من الشعر، كتشري الاعشاب عاد كتقول له عندي مشكل بحال دابا القشره اولا تساقط الشعر اولا الترطيب، المهم اي مشكل كيوز لك هو العشوب اللي غادي يصلحوا لك، كيطحنهم قدامك، يعملوا لك في القريعه دكاز في القريعه ديال الزاج قدامك، وكتجيبو بحال انا نعدل لي هذا السيروم هذا الشعر هيدا قدامي، عمل له التيكيتا، هز المقادير وانا كنشوفهم كيفاش عاملين وعدلهم لي وجبته. وعندهم باك اخر ديال الحمام ديك الساعه انا غادي نهضر لكم عليه حتى نكمل هادشي هذا ديال الماكله. يعني الناس اللي عندهم من بعد ديك الساعه نصور لكم كارت فيزيت ديالو، شوفوا الى عندكم في المدينه ديالكم. هو قال لي عنده الفروع في كل موطع، في طنجه معروف بزاف، وقال لك حنا ملي مشينا تما شحال بقينا شابرين النوبه حتى باش وصلت النوبه ديالنا، عاد ديك الساعات بقينا كنشريو ديك الحاجه. كتضخ معاك، خصك تجيب كلشي. جبت شويه ديال راس الحانوت، جبت شكيت وحيت انا كان باقي لي، المهم بغيت نجيب الحاجه هيدا طريه دابا العيد من عنده. شريت الورد واليانسون وهذاك حب الهيل حتى هو، وجبت تخليطه اتاي هذه كنخليها حتى الشتا، غنجيبها دابا غادي نعملها في القرعه ديال الزاج ونخليها فيها حتى هذاك شنو كيقولوا نسيت شنو اسمه، نسيت شنو اسمه هذا،
المهم هادشي هذا اللي جبتو، الحاجات ديال الماكله وحاجات ديال التجميل. عنده هاد الباك، وواحد السيده عندها واحد المشكله فحال الصدفيه، وصاتني نجيب لها شي دواء من عنده. انا جبت لها هذا الكريم ديال الشاي الاخضر، قال لي كيصلح لجميع الحاجات اللي كيكونوا في الجلد بحال الصدفيه او الاكزيما او لا، هذا كيصلح له مزيون بزاف. هو قال لك الناس هذا معروف بهم، كيحيد القشره حتى الشعر الصدفيه والتونيه وحتى داك اللي كيخرج فيهم بحال الحبوب وداكشي. المهم اي حاجه خاصه بالجلد. ومع هاد الصابونه هذه شريت هاد الفحيمات هادو مع هاد الجيمار هذا، وانا ما غنستعملوش غير نبخو تعمل فيه حتى اتاي بريري الداتاي هذا كيسخن، نزل فيه ديك الفحيمه. هرق لي انا ديك، ماشي هرق، هو عمل لي البخور وكيعمل له واحد الزيت وتما بقى كيخرج لي ديك الزيت في هادشي هذا كامل. شريت هذا عاملين به الروينه في تيك توك في اليوتيوب، كيعملوا كيفزكوا غير بالماء، كتعملوا في بحال كتخلطوا في بحال دابا في الصابونه ولا هذيك باش كتعملوا في قاعده رجلك، كيحيد ديك الصفوره، كتبقى واحد الكولور مزيون. جبت هذه الحنه هذه كيف كتعمل، كيف كتعمل بها، كتغسلها وكتخرج ديك الساعه باش احسن بالنسبه للعيال الصغارين ما كيبقاوش يجلطوا لك الدنيا حتى تبس الحنه هذيك. جبت هاد التفكيرات وجبت اخرين بحال هادو باش نعطيهم من صحابي. هذا هو السيروم د الشعر اللي عدلوا لي الشعر العادي والجاف، وكاين ديال القشره وداكشي. جبت من عنده موارد، هادشي كامل جبته من عند هذيك المعشه واحد الصراحه، داكشي عنده مواعر بزاف. وشريت هادو عندي باقي اخرين في الفريكو، ما جبتش كلشي. هو باك كيجي فيه 7 د الحاجات، ندات نقع الرجل، كاينين ديال الوجه، هذه ديال الوجه، كاينه ديال قاع الرجل، هذا الزيت كتعملو حتى هو في قاع الرجلين وحيت فيه العكر الفاسي، وكاين مقشر واللي كتعملو حيت جبدتهم هادو من الفريكو. مبغيتش نجبد كلشي، كيبقاو في الفريكو كتجبد شويه منهم غير اللي كتستعمل باش كيبقى ما كيخسرش. يعني هادشي هذا يقدر يديلك واحد المده طويله وتينا كتستعملوه. هنا صابون البلاد ومقشر وداك اللي كيتعمل في البانيو، وكاينه اللي هو خاص بالقاع الرجلين، من بعد كتدهن هذا الزيت حتى هو باش كيحيد لك ديك الصفوره. المهم الانسان يتهلا في راسو، ماشي ضروري هما هاد العرايس حنا حتى حنا نتهلاو في راسنا. المهم هادو هما الحاجات اللي شريت ديال الماكله وديال التجميل. وجبت هادشي هذا اللي كنحماق عليه، شي حاجات قدامين اللي دابا ما بقاوش كيستعملوا منهم هاد الكيسان هادو. ملي جبرتهم انا واختي حمقونا، شراتهم هي ما شريتهمش انا. من بعد ملي شرات فيهم اتاي تفكرت ديك الكويسات اللي كيكونوا اتاي قدامين، كنا كنشريهم نشربوا اتاي فيهم في القهاوي على برا في الرميلات وداكشي. ورجعت حتى انا ديت منه. مراشم د الحلوى فيهم عندهم الاشكال اللي خرجوا جدادين. كيبقى المغرب واحد شنقول لكم، اي حاجه سبحان الله كتجبرها فيه، واي حاجه كتعجبك تشريها منه. هادشي هذا بعداد الحلوى الا مشيتي خصك فلوس كامل تشري غير الحلوى، اولا تشري غير الاقامه، اولا تشري اللهم الواحد يشري حاجه اللي غادي يحتاجها بزاف، وكل مره يدي واحد الحاجه جديده وصافي. حيت ما نقدروش نجيبو كلشي اللي خصنا في دقه واحده. انا في البانيو تعمل شويه في البانيو واحد الريحه كتحمق فيهم، اولا تعملوا في واحد بلاكانه ملي تبغي تحك القعد رجلك ولا تبغي تسترخي، حيت هما فيهم الاعشاب كيرخيو الرجل، فيهم ديك الملحه مخلطه وفيها حتى الزيوت. كتعملوا في البانيو اولا كتعملوا خاص من الرجلين. شريت هذه جربتها في الدار ديالنا، قلت نجربها غادي تصدق ولا لا. وصراحه انا جربتها في القهوه، طحنت لي القهوه زعما تبارك الله بواحد الثمن. هذه ب70 درهم، في غادي تجبر الماكينه هذاك الطحانه ب70 درهم. المهم شحال ما جوزت غادي تكون مزيانه، حتى انا كنخصني شي ماكينه كطحن لي القهوه مزيان وطحن القهوه. صافي جربتها هذه في الدار كانت مزيونه، كانوا عاملين فيها السولديه كانت ب 12 ورجعوها ب 80 درهم. جبت حتى هذه. شريت هادو هاد السوينيات فني، هذه كتبان بحال زعما الصينيه د اللوحه، هذيك هما البلاستيك. المهم نادم نبدل هيدا شي حاجه تنزل فيهم هيدا الملاح ولا ما يستحملوش السخانه، حيت ماشي د اللوح، ماشي صحاحين بالحق. تعمل فيهم خبيزه ولا تعمل فيهم ملاح ولا تنزل فيهم الماء، الصينيات تنزل فيهم غير كيسان ما تنزلش بالحق براد اتاي. كيبقى واحد كيبدل الديكور هيدا شويه.
هذه ديتها ماما بكلشي ديالها، هيدا عمرها فيها الزيتون مشرمل معدل، جبتها عملتها باش ما تهرسليش، عملتها في هذه د الخبز. اختي هذه جابتها لي، كنت بغيت وصيتها باش تشريها لي، وجات لي وحده كبيره، وديك انا كتعجبني حاجه صغيره بحال هذه انا غادي نعملها انا الخبز، نزل على الطابله فيها الخبيزه، حيت الحاجه سديتوها ما كتديلكش اتساع بزاف، وكتجي واحد المنظر. واخا تكون دابا هذه ضل مبخره، انا بغيت نخلي فيها براد، نعمل فيها بريريد ويبقى سخون. هذيك الشلاله تصلح الخلايل الدنشير، ولا تعمل فيها شي تخبع فيها ميكات، ولا تعمل فيها السلابات. انا عجبتني باش نعمل فيها الخبز ونخليها منزله فوق الطابله. وهذه حتى هي تصلح للخبز ولا الفروته ولا اي حاجه. وجبت مابقاش عندي فين ننزل، جبت كيسان اخرين طماطم، شريت هادو بالجلد مخدومين عندهم فيهم جميع الالوان بالبراد. هذه باش كتنزل عجبتني حيت بالجلد ما غتمسحها وما حتى شي تبقى تصبنا، ومفروزين وعاملين 20 درهم. هذه وهذيك بالبريريد دائما كنبغي نشريهم وكنسى. هاد المره هاد تفكرتها، واخا انا هودت سيمانه ماشي سيمانه، نقول 5 ايام، حيت واحد النهار ديال هبطت فيه، واحد المره رجعت فيها. بالحق واحد ملي كيكون عنده واحد المده قصيره كنظن كيستافد منها اكثر ملي كيكون عنده مده طويله. تاخرت هودت انا على شي ورق ديال الجنسيه بغيت نعدلو، بقيت كنفكر انا الا عدلتهم هنا ولا صيفط شي واحد. وهذيك انا هودت جبات بيه رخيص، قطعت به رخيص صراحه. تعذبنا في المشي حيت كانت الدنيا عمره. بالحق في المجي دغيا الحمد لله وصلنا، يعني ديك العذاب اللي تعذبناه في المجي الحمد لله ما وقعناش داكشي. هذاك علاش قلت لكم انا نقدر نعمل لكم فيديو واحد اخر نعاود لكم فيهم على الطريق، كيفاش عامله الطريق اللي تقدروا تمشيو فيها من هنايا تماك اللي هي مزيانه. حيت حنا الطريق اللي مشينا فيها كانت طويله وحصلنا فيها في المجي شبرنا طريق اخرى وصلنا دغيا. ديت هاد الكويسات هادو حتى هما نضيف، وهادو اللي حتى انا عجبوني فكروني في الطفوله ديالي. هاد الكويسات هادو د القهوه وداتي قدامين. جبت براد ها هو عجبني حيت جاني غريب ماشي بحال ديك البراد دائما. وعندي الصينيه انا شريتها غادي تجي مع هاد اللون هذا. شوفوا دابا انا هادشي هذا قلت ما غادي نشري والو، انا قلت ما غنشريش ما نتاخرش. باقي لي السخره اللي جبت مره اخرى اللي قامه وداكشي، قلت ما غنجيبش معايا اللي قامه، صدقت جبتها. ما كانش بالي غادي نجيب هاد الاعشاب وهادشي جبتهم. هذه بالخصوص ملي مشيت من هاد المعشبه مع خوتي هضروا معايا قالوا لي عاودوا لي عليها، وحمقت على هادشي هذا. ما كرهتش نجيب داكشي اللي عندهم كامل. المهم جبت تهلاو حتى حنايا في راسنا، تدخل الحمام وتحس براسك عملتي شي حاجه جديده. والريحه فيهم كتحمق، وحتى الثمن ديالو يعني هذاك الباك كامل تقام لي ب20 اورو. جبت هاد الذهبي هذا الحلوى هذا كيجوز لك واحد المده، هو فيه ذهبي ونحاسي نعجبني. حسن ما ندي ديك الذهبي مشحشح وندي النقري هذا يجي مع الذهبي ويجي مع النقري واللوين مزيون. المهم في هادشي هذا كامل فرحت انا بزاف اللي قدرت نوصل هذيك الاقامه والاعشاب، وحتى الحاجات اللي وصلوني اليوم الناس جبتهم له ما زولوهمنيش حيت فتشونا مزيان، فتشونا بصح. وخا كانت عندي الريحه ديال الاقامه انا خبعتهم بواحد الطريقه ما قدروش يشوفوهم، يعني دفنتهم والريحه كانت كتشم وما عرفوش مين جا. جبت هادو شريت جوج د الغرارب ديال العصير، وصلوا الحمد لله سالمين. الطاجيه اللي حشيتها في هذيك القفه حشيتها في وسط هذه وهذه مغطيه عليها، وصلت مزيانه الحمد لله. فيها معمره من داخل حيت الحاجه باش ما ديريش اتساع بزاف. انا فيما كنجبر شي حاجه هيدا كنعمرها. هذيك الشلاله عمرتها باش ما تعوشش وفي نفس الوقت باش ما يتهرسوش هذوك اللي فيها. كيسان خليته في كراتن ديالو. المهم الحمد لله ربي دانا على خير، جينا بخير وعلى خير. هذا هو المهم. نقدر نعمل لكم فيديو واحد اخر غنوري لكم الجلالب اللي شريت تما واللي دفعت من الخياط وشحال تقاموا عليا الا بغيتو تصيفطوهم، ونوري لكم كيفاش جاو في الاخر. يعني شجعوني في هذا الفيديو باش نبقى نتشجع نصور الفيديوز حيت ما بقاتش عندي كاع نصور. كنشوف مشينا المطاعم مزيونين بالماكله، مشينا المطاعم ما كنصورش حيت كنقول انا كننزل الفيديو
ما كيتشافش. الهدف ديالي الواحد يشوف واحد الحاجه ويستافد منها. ملي ما كتسمع شي تعليق يقول لك شي واحد سقسيك على شي حاجه، كتقول صافي ما اهتموش بها بلا ما ننزلها. وحنا الهدف ديالنا هو هذا، تستافدوا من هذه الحاجات هادو. الا بغيتو تشريو الحاجه في المغرب كتبقى تحير، ما كتعرفش الحاجات اللي غادي تاخر شنو هما اللي غادي تجيب معاك وشنو هما اللي غادي تجبرهم هنايا، بالخصوص الناس اللي جاو جدادين. هادشي غادي يستافدوا منه بزاف. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ونتلاقاو مع التكمله ديالو ان شاء الله. غادي ننزل لكم هذا الاسبوع ان شاء الله. والسلام عليكم.